تخيل كده معايا لو جيت في يوم من الأيام ولقيت نفسك محبوس في مستشفى أمراض عقلية لمجرد إنك قلت كلمة واحدة بس: أنا بعاني، أنا عندي مشكلة. فتبص تلاقي نفسك مقفول عليك أوضة في مستشفى أمراض عقلية وتقوله: يا دكتور أنا كويس والله. فيرد عليك يقولك: اسكت، أنت مش عارف مصلحتك فين، أنا فاهم كويس، أنت مجنون. فعام 1973 دكتور ديفيد روزنهل عالم النفس الشهير قرر هو و7 متطوعين إنهم يكتشفوا حقيقة الطب النفسي. هو الكلام ده صح ولا إيه؟ وفعلا الأطباء النفسيين ممكن يقدروا إن هم يكتشفوا إذا كان واحد مريض بجد ولا هو بيتصنع؟ عملوا إيه هم و7 متطوعين؟ دكتور ديفيد راح لواحد من الأطباء النفسيين وراح عمل هو وال7 متطوعين اللي معاه في 5 ولايات مختلفة في 5 مصحات مختلفة، وعمل لهم أعراض كأنهم عندهم شيزوفرينيا، وقالوا الأعراض بالظبط للدكتور، وعليه هم فعلا اتحجزوا في ال5 مصحات في ال5 ولايات المختلفة، وكل واحد فيهم كان بيشخصهم بنفس التشخيص بالظبط إن هم عندهم شيزوفرينيا، وبدأوا يعالجوهم على الأساس ده، وكمان يدوهم أدوية وحاجات عشان يعالجوهم من الشيزوفرينيا. قعدوا شهور على الحال ده. الدكتور ديفيد وال7 المتطوعين اللي معاه بياخدوا الأدوية طبعاً ويرموها، هم طبيعيين جداً، ناس ما فيهمش أي حاجة. وجم بعد شهور راحوا للدكتور وقالوا له: إحنا خلاص، إحنا خفينا، إحنا تمام، عايزين نخرج من المصحة. اتخضوا لما لقوا الدكتور رفض يخرجهم وقال لهم نفس الكلام: اسكت، انت ما تعرفش حاجه، انت لسه بتعاني من اعراض الشيزوفرينيا. يا عم انا بقيت كويس، اقعد انت ساكت، انا عارف مصلحتك. وبعد ما خرجوا من المصحات دكتور ديفيد عمل تقرير عمل بيه ثوره في عالم الطب النفسي كله. هو فعلا ممكن يكون مفيش طب نفسي، ممكن فعلا يكون مفيش تشخيص حقيقي. الدكتور كان كل هدفه انه يعمل تقرير يثير بيه الجدل، بس طبعا المصحات النفسية بعد ما انتشر التقرير والتجربة دي وكل الناس عرفتها طبعا جازوا على اسنانهم كده، وكان رد فعلهم عنيف وقالوا: لا خلاص، بما انك بتشكك فينا وبتشكك في مدى قدرتنا بين ان احنا نعرف الشخص السليم من الشخص اللي مش سليم، احنا بقى هنثبت لك ان احنا لو جبت لنا ناس اصحاء احنا هنعرف اذا كانوا بيضحكوا علينا ولا لا. وبعد مدة بدأت المستشفيات دي تطلع تصريحات ان هم اكتشفوا 41 حالة هم كويسين جدا وجم على انهم مرضى نفسيين. بس كانت المفاجأة هنا ان دكتور ديفيد طلع تصريح وقال ان هو ما بعتش حد خالص. وهنا هيفضل السؤال مستمر: هل الطب النفسي يقدر يطلع الحالات الصحة النفسية دي من غير أي تشخيص للمريض؟ يعني في حاجة الدكاترة النفسيين تقدر تجزم عليها إنه الشخص ده مريض ولا بيتصنع؟ وبس كده، باي باي.